السلام عليكم، مرحبا بكم حباباتي عندي على قناتي. كما راكم تشوفوا معايا اليوم راح نشارك معكم وصفه حلوه القهوه تاع العشيه. قبل ما نبدا الفيديو تاعنا اليوم صلوا على النبي المختار عليه افضل الصلاه والتسليم. خياتي العزاز، راكم تشوفوا معايا في هذا الوعاء راني حاطه هنا 3 حبات تاع بيض، راح نضيف معاها كاس تاع سكر، راح نخلطهم ونعاود نولي معاكم نكمل الوصفه. هنا خياتي العزاز كما كنتوا تشوفوا معايا راني ضربت الخليط تاعي حتى ولا ابيض معايا. اللي عندها الفوي تقدر تضرب فيه، ولكن راح يتعبها ويعييها. الاحسن انكم تستعملوا هذا الباتور. مالاتك هنا راح نزيد معاها بعد ما خلطها، نزيد معاها نص كاس تاع الزيت، نص كاس، ونخلط مليح مليح. نعاود نولي ليكم. هنا كما كتشوفوا معايا خياتي العزاز، بعد ما خلطت الزيت والسكر وثلاثه حبات تاع البيض راح نزيد معكم هنايا هذا عطر تاع القارص، نزيدو معاها، راح نكهها بالقارص. هاد كميه منه هكذايا، هاد كميه منه، ونخلطها مليح. وقبل ما نخلطها نزيد معاها كميه تاع المايزينا نشاء الذره، يعني ملعقه واحده تاع نشاء الذره. ها هو معنا. نخلط كل هذه المقادير ومن بعد نطمها بالفرينه ونزيد لها شويه لافيغ. دوكا نخلط هذا عطر تاع القارص مع نشاء الذره. بعد ما خلطت عطر القارص مع ملعقه تاع نشاء الذره مايزينا، يعني راح نزيد هنايا الفرينه نزيد هنا الفرينه ونزيد معها الملعقه تاع هنا الفرينه تاعي راهي مصيره. دائما الفرينه قلنا صيروها قبل ما تستعملوها هكذا. ونزيد معها ملعقه تاع خميره الحلويات، ها هي معايا خميره كيميائيه، نزيد ملعقه. وهنا راح نجمع غير بالمغرف، ومن بعد باش نستعمل يديا انا نجمع معاكم هاد العجينه، ومن بعد نوري لكم كيفاش القوام تاعها. نجمع العجين ونولي لكم. وهنا خياتي العزاز ها هو قوام العجينه تاعنا. تكون عندكم عجينه بهذا الشكل. انا واش ندير؟ نحي كميه من العجين ونشكلها غير بيدي برك، ما نسحقوا فيها لا مول لا والو. هاد الوصفه نشكلها بيدي، نعطيها شكل جميل، ونسيي نديرها هكذا على يدي هكذا بهذه الطريقه. نحطها فوق يدي ونديرها شغل اصابع. شوف نديرها بالطول هكذا، نديرها شغل اصابع. ها نجي من تحت ندير لها، نسويها بهذه الكيفيه، ومن الفوق كيف ونعطيها على شكل اصبع، نشكلها على شكل اصبع. شوف بهذه الكيفيه. واش ندير؟ نجيب السكين، هذا السكين على الظهر تاعو بهذه الجهه، راح ندير بها خطوط بهذه الكيفيه، نشكل خطوط بهذه الكيفيه. شوفوا معايا هنا شكلنا خطوط. بعد ما نشكلوا هذه الخطوط واش ندير؟ راح نحطها مباشره فوق هذاك الطبسي تاع السكر. نكون حضرت الطبسي فيه كميه تاع السكر لاباس بها، ونحطها مباشره، نعاون يدي بالسكين بالموس هكذايا، نحطها على السكر ونرمدها بهذه الكيفيه. نغلفها بكل هذاك السكر اللي عندنا بكل الجوانب، نحط عليها السكر ونحطها في الصينيه بهذه الطريقه. شوفوا معايا نحطها في الصينيه بهذه الطريقه. نزيد نشكل معكم حبه تانية، وشوفوا معايا نسيي ناخذهم كاع نفس حجم واحد. شوفوا بهذه الطريقه، ها هي باش تبان معكم مليح. نقرب لكم باش تبان معكم مليح. ها نسيي نديرهم كامل نفس الشكل ونفس الحجم. قلت لكم ما تستحق لا مول ولا يحزنون. هكذا نجي نشكل بها دوكا خطوط فوق هذيك الحلوه اللي شكلناها على شكل اصابع. ندير هاد الخطوط هكذا، خطوط عشوائيه بالسكين، نشدها هكذا، ندير بهذه الطريقه ونحطها لانها شويه هي تلصق هذه العجينه، ونرمدها في السكر اللي عندي، ونحطها في الصينيه هكذايا كما راكم تشوفوا معايا. ها هي. وندير مسافه، نخلي مسافه ما بين الحبه الاولى والحبه الثانيه، ما نقربش
ما بيناتهم. راكم تشوفوا معايا، ها هي الحبه الاولى، الحبه الثانيه نخلي بيناتهم مسافه. انا هنايا نكمل كل الصينيه نعمرها بالحلوى اللي راح نشكلها على شكل اصابع كما كتشوفوا فيا، ونسي نديرها كامل حجم واحد، ومن بعد نوريكم كيفاش تطيب معنا. هنايا معايا بعد ما شكلتها على شكل اصبع هكذايا، وسويتها منا في الطرف، من الطرف منا والطرف منا في الجوانب يعني. جبت سكينه وشكلت هاد الخطوط. انا حبيت نقول لكم هنا تاني، تحبوا ديروا الاصابع هادو اخشان ولا تحبوا ديروهم رقاق، الحجم يبقى راجع ليكم نتوما، لان هذه الحلوى لما تحطوها داخل الفرن الطيب راح يزيد الحجم تاعها. يعني من الافضل انكم يعني ديروها يعني شويه، يعني شويه صغار، ما ديروهمش خشام، ما ديروهمش يعني صباع كبير، ديروه بهذا الحجم مناسب جدا، انها راح تزيد الحجم تاعها داخل الفرن. باش تنحوها من يدكم لانها تلصق، غير بالسكين ديروها هكذا، حطوها فوق هذاك السكر ورمدوها بالسكر هكذايا، ديروا عليها السكر كله، غطوها بالسكر من كل الجوانب هكذا. ها هي شوفوا هنا هذا الحجم تاعها مناسب جدا، يعني هنا راح يزيد حجمها يعني هكذا، ما ديروهمش كبار، هذا ما كان. ويعني الشكل الحجم تاعها يرجع لكم، كل واحد واش يحب يدير. انا كنت درت سنيوه ديجا في الفرن هي طيب، وهذه السنيوه الثانيه نكملها ونوريها لكم في صحن التقديم. اخياتي الاعزاء كما كتشوفوا معايا هنايا الحلوه تاعي بعد ما اصبحت جاهزه معايا، ها هي كيفاش خرجت معانا، بسم الله ما شاء الله. هنا واش ديروا لها، ذوبوا الشيكولا في حمام مريم وديروها تغطسوها عادي هكذايا، تحكموا الاطراف تاعها، تغطسوا لها الاطراف تاعها فقط في الشيكولا هكذا. بعد ما تكونوا ذوبتوها تقطروها وتحطوها فوق كيس بلاستيكي تنشف معاكم، ما تحطوهاش فوق طاوله العمل ولا تحطوها فوق، حطوها توجور فوق كيس بلاستيكي. انا ماش نستعمل ملعقه، نستعمل هكذا، نغطسها هكذا مباشره هكذا من ومن، ونحطها فوق كيس بلاستيكي هكذايا بهذه الطريقه. نكمل كل الكميه وكي تنشف نعاود نوريكم كيفاش توجد معنا في صحن التقديم. ها هي معنا بهذه الطريقه، شوف ها هي معنا، نغطسوها الاطراف فقط منا ومن، نقطروها ونحطوها فوق كيس بلاستيكي بهذه الطريقه. ها هي معنا، ها وليت الكيس بلاستيكي حطيتها فوق كيس بلاستيكي. انا نكمل كل الكميه اللي معايا ومن بعد نوريها لكم في الصحن التقديم هكذا هكذا، غير مع الاطراف فقط بهذه الطريقه. اخر خياتي العزاز، هاي الحلوه تاعنا بعد ما اصبحت جاهزه معنا، غير بمقادير موجوده متوفره في كل منزل، قدرنا نديروا فيها حلوه بسم الله ما شاء الله، خفيفه ظريفه وسهله مهله. كاس حليب عفوا كاس زيت، نص كاس زيت عفوا نص كاس زيت، وشويه سكر شويه بيض. شوفوا واش درنا بسم الله ما شاء الله، توالى مع كاس حليب روعه احسن ما يكون. يعني من شيء القليل نديروا وصفات بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله تنال رضاكم واعجابكم. ما تنسوش خياتي الاعزاء تدعموا قناتي بالاشتراك اللي مازال ماهوش مشترك، وفضلا ليس امرا. وان شاء الله الى فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.